السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله 9 بتوقيت القاهرة، مصر وأسبانيا في ثاني التجارب الودية استعدادا لكأس العالم في كندا وأمريكا ومش عارف فين كده. الماتش اللي فات يوم الجمعة اللي فاتت كان السعودية فوزنا 4-0، وفي ناس متربصين بالمنتخب مستنيين ماتش أسبانيا، بيتمنوا إن المنتخب حتى يخسر من أسبانيا. ليه؟ عشان معظم لاعبي المنتخب من لاعبي النادي الأهلي. أنا بكلمكم بكل صراحة، وكأن لو خسروا النهاردة يبقى بطولة زملكاوية. يقول لك اهم لعيبة الأهلي اهم. يا جماعة احنا بنشجع منتخب مصر مش أهلي وزمالك. أتمنى النهاردة ربنا يسترها ونعدي ماتش كويس على خير. ما ببصش على النتيجة قد ما ببص على الأداء وقوة الاحتكاك. النهاردة مصر هتلاعب أسبانيا، لازم كلنا نكون إيد واحدة ونقول يا رب يا رب استرها ما تفضحهاش، ولغيرك انت أبدا ما تحوجناش. وإذا كنت بتحب حب، بس لازم تكون حساس. والعين، وزي اللي قبلنا ما قالوا، العين على الحاجب ما تعلاش. يا مكان على الدنيا فتوات يقولوا احنا احسن ناس، صبحهم رمايم يا اخويا ويدهوسهم عليهم الناس. اسمع كلام ربنا العزيز اللي قاله لجميع الناس، وجنة الخلد هيدخلها من الناس القاذمين الغيظ والعافين عن الناس. شجعوا مصر بقلبكم، بلاش انتماءات. اسمع الكلام يا حبيبي. انت بتشجع منتخب مصر يا بابا، مش الزمالك والاهلي. اللي بيلعبوا كلهم من الاهلي او بيلعبوا من الزمالك. احنا بنلعب باسم مصر يا حبيبي. شجع مصر يا بابا، سيبك من الكلام المتخلف اللي منتظر نتيجة المباراة عشان يشكك في الفوز بتاع السعودية ويقول لك السعودية هي اللي ضعيفة. لا، السعودية مش ضعيفة يا حبيبي. ان شاء الله نعمل مباراة كويسة النهاردة.